النهارده هنعمل فيديو قوي جدا، هتحطوا لايك وهتشتركوا في القناه عشان الحفله القويه. فيديو النهارده هيكون عن وفاة الحاج جابر والإشاعة اللي طالعة الأيام دي. إشاعة طالعة بإن الحاج جابر توفى. يا ريت الناس أو كل الناس اللي هتعلق دلوقتي وتقول ما تموتش الناس، لا، أنا باخد حاجات كده بشوفها على الانستجرام، في صفحة على الانستجرام اسمها حمد وفاء، صفحة كبيرة الناس كلها بتبعت عليها الحاج جابر توفى ولا متوفاش، ده تعبان ولا مش تعبان. هو الموضوع كله كانت عملية في رجله، والناس عملت عليها ترند، الناس عملت عليها فيديوهات. الحاج جابر متوفاش، الراجل ربنا يديه الصحة موجود، مفيش أي مشكلة فيه، مفيش أي حاجة عنده. هو كل الموضوع إن كان شوية تعب في رجله. أي نعم، الفيديوهات هو بيظهر فيديوهات، بس الأيام دي مش كتير مش زي الأول. برضه هو مش بيحب انواع المقالب والحاجات دي، فالايام دي فيديوهات مقالب. انما الحاج جابر صحته ما فيهاش اي مشكله خالص. للناس اللي كانت داخله تسال ودخلت تسال برضه عن الحاجه سعديه، الحاجه سعديه توفت ومش توفت، مفيش وفاه خالص يا جماعه. الموضوع كله كان شويه تعب او ضغط عند الحاجه سعديه وتعب عند الحاج جابر، ومفيش اي حاجه تاني غير كده. مفيش اي مشكله عشان الناس اللي دخلت تسال بس. في ناس ما تعرفش حاجه زي كده وفي ناس تعرف. انا مبلغ الناس اللي هي ما تعرفش الحاجات دي، يعني الناس اللي هي ما تعرفش انه توفى. لان في ناس بعد هو الحاج جابر فعلا توفى ولا لا مفيش حاجه زي كده. وكان شويه تعب بسيط، تعب في رجله، والراجل عمل عمليه بسيطه جدا يعني، وخلاص الراجل بقى ايه، ربنا يديله الصحه، مفيهوش اي مشكله خالص. ومتنساش تعمل لايك للفيديو ده وتشارك عند الناس اصحابك عشان كله يكون عارف الموضوع والسبب. ويلا سلام.